قائد بكل ما تحمله الكلمة من معنى، عزيمة من فولاذ، تسديدات عالمية، العميد أحمد حسن. مبدئيا كده لو انت ما تعرفش يعني ايه قائد في الملعب يبقى انت ما اتفرجتش على أحمد حسن. أحمد حسن كان بيلعب في نص الملعب رقم 6 و8 و10. أي حاجة في نص الملعب هو شغال وبنفس الكفاءة. من الآخر انت بس حطه في نص الملعب وهو يتصرف. بس الأكتر كان بيلعب 8 و10، يعني ساعات الكابتن حسن شحاتة كان بيخلي شوقي 6 وأحمد حسن 8 وبتريكة 10، وساعات برضو كان بيلعب شوقي 6 وحسني عبد ربه 8 وأحمد حسن 10. كان جوكر ملوش مركز محدد. المهم نخش في الموضوع على طول. أحمد حسن أهم مزاياه إن هو ما كانش بتاع حركات ومهاري وبتاع كباري وكده، إنما كان يمتلك قيادة وروح وشخصية وعزيمة وإصرار. أحمد حسن ما كانش بتاع مهارات قوي، بس كان عنده أساسيات في كرة القدم بشكل عظيم جدا، وده كان بيبان في تفاصيل وحاجات معينة زي مثلا استلامه للكورة ورؤيته وتغييره للملعب بشكل مستمر، وكان دايما بيلعب الكرة لقدام معظم الوقت. وكان في الناحية الدفاعية كان حاد وشرس جدا، ودايما في قطع الكورة بيكون رخم شوية. سلطان يا زميلي لوحدي حملة، ابعد عني عشان غشيم. أحمد حسن كان أسرع لاعب ينضم لمنتخب مصر، يعني هو بدأ يلعب كورة 94 95، انضم لمنتخب مصر الأولمبي سنة 95، وبعدها بدأ يشارك أساسي مع المنتخب الأول وهو عمره 23 سنة، وشارك في أفريقيا 98 وأحرز هدف النهائي أمام جنوب أفريقيا. وطبعا ده كان نقلة كبيرة في حياته، وهو قال كده. أرقام أحمد حسن القياسية كثيرة، أبرزها دخوله التاريخ بتتويجه بلقب كأس أفريقيا 4 مرات 98 و2006 و2008 و2010، واختير ضمن هذه البطولات للتشكيل المثالي داخل القارة. كما أنه يملك الرقم القياسي في المشاركات في كأس أفريقيا ب8 مرات. وساهم أحمد حسن بتتويج منتخب مصر باللقب القاري للمرة الخامسة عام 2006 بتسجيله 4 أهداف وتتويجه أفضل لاعب في البطولة. وتألق في نهائيات غانا 2008 وقاد المنتخب للتتويج باللقب، وفي 2010 يعود ويقود المنتخب للتتويج باللقب ويستعيد لقب أفضل لاعب في البطولة. العميد أحمد حسن لعب مع منتخب مصر 184 مباراة، وسجل مع منتخب مصر 32 هدف، وحقق أرقام قياسية في أفريقيا، فهو أكثر لاعب لعب مباريات ب 32 مباراة، وأكثر من تواجد في البطولة ب8 مرات، وأكثر لاعب تحقيقا للقب 4 مرات، وسجل في أفريقيا 8 أهداف. أسطورة من أساطير الزمن الجميل، الأسطورة أحمد حسن، أو عميد لاعبي العالم، أو الصقر المصري أحمد حسن. أكيد أستاهل اللايك والمتابعة، وبشكركم.